قبل ما اتكلم معاك عن مدرب الاهلي هقول لك على خبر كده. مدرب الاهلي بيطلب اجتماع عاجل وطارئ مع لجنة التخطيط لمناقشة تدعيمات الفريق في يناير على اسرع وقت. تقول لي يا عم ده لسه واخد السوبر، هقول لك ده اللي انا طالع اتكلم معاك فيه. مدرب الاهلي عنده حاجات كانت موجودة عند فايلر، عنده حاجات ما كانتش موجودة عند موسيماني، عنده حاجات ما كانتش موجودة عند بريرا، عنده حاجات ما كانتش موجودة عند كولر. خليني اخدها لك جزء جزء. الراجل ده عنده مرونة تكتيكية، تنظيم في أرضية الملعب، عنده حاجات كتيرة جدا كانت موجودة عند فايلر، وكل الناس كانت بتتباهى بالاستحواذ اللي كان بيعمله فايلر مع النادي الأهلي. والمرونة التكتيكية اللي كانت على أرضية الملعب وتغيير مراكز اللعيبة، كل ده موجود عند الراجل، كان موجود عند فايلر. ايه اللي ما كانش موجود عند موسيماني وموجود عند الراجل ده؟ اللي ما كانش موجود عند موسيماني ان موسيماني عنده كانت العاطفة عالية زيادة عن اللزوم. الراجل ده عنده عاطفة وكل حاجة بس مش زيادة عن اللزوم. يعني الراجل ده على قد ما هو متعطش للبطولات، عنده تكتيك، عنده طريقة، عنده شكل للفرقة عايز يطبقه، ولكن العاطفة عنده مش عالية. يعني مثلا مش هتلاقيه مثلا حد مش مجتهد في الفرقه او ما بيتمرنش كويس او مش ملتزم بيدخله الفرقه علشان هو مؤثر بالنسبه له، او هو مثلا عاطفيا ميال ليه. تمام، زي ما كان قصدي يعني من الاخر كده، زي ما كان موسيماني بيعمل مع قفشه، بيعمل مع لعيبه كتير. ايه اللي موجود عند الراجل ده مش موجود عند الكولر؟ زي ما قلت لكم قبل كده، الكولر كان بيذل ابونا وبيبدا غلط وبيضيع اول 45 دقيقه، وما كانش بيقدر يغير شكل الفرقه في الشوط الثاني، وما كانش بيبدا تغييراته بسرعه، ووقت ما كانت الفرقه بتحتاجه على ارضيه الملعب واللاعبين بيحتاجوه ما كانوش بيلاقوه. وده كله موجود عند المدرب الجديد. الراجل وارد جدا ان هو في مباريات بدا غلط قبل ما يعرف كل اللعيبه، ولكن عدل ده في في مباريات السوبر. ولكن المباريات اللي بدأ فيها غلط زي مباراة بتروجيت ومباراة المصري في الدوري، الراجل ده قدر في الشوط الثاني بالليونة التكتيكية والمرونة التكتيكية وتغيير شكل الملعب والتغييرات السريعة اللي هي بتبتدي من الدقيقة 50 والدقيقة 60 ان هو يغير شكل الفرقة، وده ما كانش موجود عند كولر. الراجل ده عنده ايه ما كانش موجود عند بيريرا؟ عند بيريرا ما كانش فيه الحماس والدوافع اللي موجوده عند الراجل على خط التماس. يعني بيريرا من المدربين اللي ما كانش بتحس ان هو ما بيتكلمش مع حد في اللعيبه غير محمد علي بن رمضان. بالعكس، الراجل ده بيتحرك كتير وشايف الملعب بشكل كبير، وعنده اهم حاجه ما كانش بيعملها بيريرا، وهي مذاكره الخصم بشكل جيد جدا، وبيعرف نقط قوه الخصم قبل نقط ضعفه. عشان كده الراجل ده انا مستبشر بيه خير وخير كبير.